يا مساء الجمال، أهلا وسهلا، بسم الله. أم الحلقة السادسة. It feels good إن أنا يعني حققت بفضل الله اللي أنا كنت عايز أعمله، إن أنا أزود وتيرة الحلقات وابتديها من الأول وأبلاي اللي أنا اتعلمته واللي فرق معايا، فده حاجة بسطاني جدا بصراحة. الكونسيستنسي عموما يعني من أحد المكاسب الحقيقية في حياتي، من شغلي على مشاعري وفكي لمقاومة مشاعري، وان انا اطلع اللي جوايا واتحرك بطاقة المشاعر. ان انا عرفت يبقى عندي استمرارية. ناس كتير بتبقى بصر الاستمرارية او كونسبت ان انا ازاي ابقى consistent في حاجة بالنظرة النظرة اللي هي جاية من رؤيتي الخرا عن نفسي، ان انا I just need more discipline to be consistent. والناس بتبقى مش فاهمة ان يعني استخدامها لكلمة discipline هي مقصود بيها من معجمهم في دماغهم مقاومة مشاعر. يعني انا لازم اتغاشم على نفسي اكتر عشان اعرف ابقى consistent في اي حاجة في الدنيا. مثلا عايز ابقى consistent في الجيم، عايز ابقى consistent في مذاكرتي، عايز ابقى consistent في شغلي. اقدر ان انا اعمل حاجة بتكرارية عالية بدون ما اوقفها. والحقيقة ان المفتاح الحقيقي للتكرارية والاستمرارية هو قدرتك انك تبقى مستوعب مشاعرك. لان احنا كناس عندها آه السردية بتاعت عدم الاستحقاق بالمشاعر بتاعتها اللي بتخلينا دايما نهرب منها، اعتقادا ان احنا هنلاقي الامان لما نهرب منها. التكرار الاشياء لفترة طويلة بيحسسنا ان احنا اشخاص عادية، اشخاص مملة، اشخاص مديوكر. وده بيخوفنا. فالخوف ده لما بنبقى مش مستوعبينه ومش مدينه مساحة عادي ونبقى شايفينه هو جاي منين ونعبر عنه، بنهرب منه بان احنا نبطل نعمل الحاجة اللي احنا كنا مكملين فيها. يعني انا مثلا الحمد لله دي اعتقد الحلقة 118 119 في البودكاست. احيان كتير جدا في الحلقة 50 وال60 وال70 وال40 وال80 كان بلاقي نفسي مش عايز اكمل. يا عم زهقت يا عم، افضل ايه القرف ده، بعيد وازيد، وايه يعني بعمل ايه يعني وبعدين لما انزل كده واحده واحده، بس ايه، اسكت خالص وابتدي استوعب مشاعري، الاقي نفسي ان انا حاسس ان انا فاشل وسيس. اللي يضحك انا فاشل وسيس بمنطق صوت الاب الداخلي بتاعي، علشان انا بعمل نفس الحاجه بورينج. فيقول لي لا لا، بقول لك يسيب البودكاست and go chase butterflies، روح اعمل حاجه فشيخ. وتعريف الفشيخ دايما في سردية الصدمة بتاعتي ان الحاجة اللي تخلي الناس تشوفني. طب يا عم البودكاست جميل وفي ناس بتشكرك وبتمتنلك وبتدعيلك، ايه ده اللي عندي؟ لا انا عايز اللي مش عندي. The grass is always greener on the other side. فمكاسب استيعاب المشاعر وعدم مقاومتها ان انا بعرف اعمل الحاجات اللي انا عايزها بجد. احيانا كتير جدا بنكون عايزين بجد نشتغل وعايزين بجد نذاكر، او عايزين بجد نلعب، او عايزين نعمل حاجة، عايزين نكمل في الحاجة اللي احنا فيها، بس نلاقي ان في مشاعر بتشتغل مع استمراريتنا في الحاجة دي، واحنا مش بنتعامل مع المشاعر دي، فنروح هربانين وموقفين الحاجة دي. فالحقيقي الحقيقي ان انا كان حتى لسه عندي جلسة النهاردة مع اسلام، وكانت جلسة لذيذة جدا يعني. انا مضغوط جدا، يعني مضغوط جدا في حاجات كتير في حياتي خارجية، حاجات من بره، ايشوز في الشغل، رمضان طبعا مع وجود طفلين، مع الدنيا فيها كده ايه يعني، ايه عوائق كتير من بره.
فرايح له قاعد اقول له الكلام ده وبتاع. وبعدين كان عادي عملنا اللي احنا متعودين عليه، نزلت على الارض وابتديت اعمل اكسرسايز كده. ان انا بعمل ايه؟ قال لي عايزك تسحب نفس جامد جدا لجوه لحد ما تملى جوه خالص، تحس ان انت هتنفجر من كتر الهواء، وتروح واخد يعني مثلا كده ساحب هوا 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 هوا، وبعد كده واحده كمان يعني دخلت هوا كمان، روح كاتم كاتم. تعالى نعمله مع بعض. اوكي، تعالى نعمل الاكسرسايز ده مع بعض. ماشي. مقدمه مالهاش علاقه بالحلقه قوي، بس اتس اوكي، وي اولويز، انا دايما بنساب مع افكاري يعني. ماشي. تعالى يلا بينا. خليني اسحب هوا لجوه من مناخيري على قد ما اقدر. آه... الاكسرسايز انا كنت بعمل ايه؟ كنت بسحب هوا جامد جدا، وبعد كده اروح ساحب تاني، يعني بعد كده ويف كمان، واكتم از ماتش زي كان هو لحد ما احس ان انا خلاص بفرفر، واروح مطلع مش من ما بين شفايفي، مطلع من حلقي. عملت ده كتير لحد ما لقيت نفسي انا خلاص بقيت يعني شاطر جدا في حتة ان انا اول ما القط ان في حاجة من جوه بتتحرك تطلع بسيبها. آه. قعدت اعمله كذا مرة كذا مرة كذا مرة لحد ما لقيت نفسي بصرخ وبشتم، وعيطت شوية، وقعدت اتكلم. البريذنج تكنيك ده اصلا قبل حتى ما اسلام يعملوا معايا كان اكتشف اندرو هوبرمان، واحد من الناس الجميله يعني، النيورو ساينتست اللي عنده بودكاست ظريف. آه كان اتكلم على التكنيك ده قبل كده في حلقه مع آه مع اه اهو اهي، كان طالع هقول لكم اسم اندرو هوبرمان، اسم الحلقه كده اهو. Andrew Huberman demonstrates the best breathing techniques for stress relief على The Tonight Show starring Jimmy Fallon. هتلاقوه، اكتبوا كده Andrew Huberman demonstrates the best breathing technique for stress relief. في أحيانا آه أنا خلاص بقيت لاقط إن دايما في قصة وهمية والكلام ده كله، شغل المنتل ديفense، شغل الوهم اللي في اشتغلت عليه قوي. بس ساعات آه بكون مش مدي نفسي مساحة كافية أنا أطلع، فأنا كنت شايل قوي، والحمل اللي انا شايله من جوه الحمل الداخلي معناه ان انا مش مدي نفسي الحق ان انا اطلع الضغط واشتكي واعبر عن قد ايه اللي في حياتي تقيل. تمام. واحيانا، مش احيانا، على طول ده بيبقى بدافع الخوف، الخوف اللي بيخليني ممكن احيانا احس ان مفيش مساحة كافية لده. فالواحد عمره ما بيتأذي بالحمل الخارجي زي ما بيتأذي بالحمل الداخلي. الحمل الداخلي هو المشاعر اللي انا بقرر ان ما ينفعش يبقى ليها مساحة، فبقرص عليها جامد، وهي طبعا بتصرخ ان هي تطلع، لان طلوع المشاعر دي هو اللي بيهدي، هو اللي بيروق المود. طلوع المشاعر والتعبير عنها اشبه ب... بشرب الشيشة، او بسجارة فواكه، او بحشيش يعني. انا ما جربتش حشيش فما اعرفش، بس اي حاجة بتدي بتريلاكس، بتريلاكس، اي حاجه بتريلاكس. الفكره الجمال ان احنا لما بيطلع بجد اللي من حقه يطلعه، بيحس ان هو، اعتقد الجمله دي قلتها كذا مره يعني، بيحس ان هو ضرب مخدرات طبيعي، مخدرات رباني.
ايه ده، طلعت، انا طلعت واتكلمت وده والخرع وبتاع، طلعت. فالهدف الحقيقي من شغل من الحلقات دي ومن كل ده، انك تبقى فاهم ان العلاج النفسي هو بي واحدة واحدة بيعزز عندك القدرة انك تتصل بمشاعرك، فلما تتصل بيها تطلع. وانت بتطلع هتلاقي حاجات بتشتغل، بتحاول تقولك لا ما ينفعش. يعني انا حتى وانا بطلع مثال، انا ببقى انا عشان بقيت سيلف كونشس قوي، فواخد بالي ان في حاجات في دماغي بتيجي بتحاول تشتتني على عملية تخليني اقف. دايما اول بتيجي تحرك المشاعر هتلاقي في 100 منتال اكسكيوز بيجي في دماغك بيحاول يوقف لك العملية دي، بيحاول اي حاجة توقف العملية دي. اعرف ان هي دي اسمها مقاومة. ما تعقدش الدنيا على نفسك. احنا حقيقة انا مش عايزك تبقى مهووس بانك تقعد تأوفر انالايز، وانا اللي عندي ده اسمه ايه والدايجنوسز ايه، وتخش تكلم شات جي بي تي. والله والله تعافي ابسط من كده بكتير. التعافي التحدي الحقيقي فيه هو حالة الخوف والهلع وشد الجسم الرهيب اللي انت بتبقى بتمر بيه وانت في المراحل الاولى من اتصال بمشاعرك، انك لسه ما عندكش الثقة الكافية في العملية دي، لسه ما عملتهاش كتير، فالمرات الاولى بتبقى مرعبة جدا. هو ده التحدي الحقيقي الحسي. التحدي الحقيقي فيه حسي. ا- ا- فافتكر بس كويس ان مقاومة المشاعر اي حاجة بتعطل عملية انك تسمح لنفسك وتديها الحق ان هي تطلع اللي من حقها تطلعه. مهما كان مهما كان اللي بيوقف عملية تطليع مشاعر ده يبان مبهر او شيك، او يبان تحت اسم الاستزادة في المعرفة او باسم الدين او باسم اي حاجة. اعرف انها بتستخدم حاجة مش في محلها عشان توقف حاجة في محلها. تمام. ف وبعد بقى ما خلصت السيشن بقى عملت كذا حاجة في يومي كده هدتني خالص خالص. فانا بكلمكم النهارده بالذات انا مودي رايق جدا، انا فعلا حتى جسمي ريلاكس، جسمي حاسس ان هو فك جسمي كان قافش وكان كاتم قوي، فانا اديت نفسي الحق ان انا اطلع وارتحت. ف فالحمد لله يعني انا تمام جدا يعني الحمد لله. طيب، الحلقة دي بشكل خاص فين اللي بتسمعني كده، كنت عايز اتكلم شوية عن التقدم والانتكاس في سياق نوع العلاج ده. نوع العلاج بتاع الايه، بتاع المدرسة يعني اللي هي اسمها الجراحة العاطفية، هنسميها مسمى واحدة من المؤسسين للمدرسة دي اللي هي نور يوسف، تمام، نسميها باسم اللي هي اختارته اللي هو الجراحة العاطفية. تمام، اسم معبر يعني. التقدم التقدم خلينا الأول نفهم التقدم والتعافي والانتكاس في مفاهيم المدارس التقليدية. لو احنا هنتكلم مثلا على انك بتحاول تبطل سلوك معين، عندك مشكلة مع البورن، مع السكس، عندك مشكلة مع حاجة، فالتعافي والانتكاس في منهج أغلب المدارس العلاجية بيرتكز على قدرتك على الامتناع الظاهري عن السلوك. ممتنع ظاهريا عن السلوك فانت بتعد مدة تبطيل، تمام. منغمس في السلوك فانت رايح في 60 داهية. وبيكون الاحتفال الحقيقي بالتقدم في نهج المدارس دي بعدد الأيام، بغض النظر عن جودة اليوم اللي انت بتعدي بيه وانت فيه عامل ازاي كبني آدم. تمام. بلح وطز ما يلزمناش الكلام ده. بلح وطز وما يلزمناش الكلام ده. التقدم الحقيقي في الجراحة العاطفية أو في النهج بتاع الاتصال بالمشاعر بنقيسه بعدد اللحظات اللي انت فيها عرفت تتصل بالحاجة اللي انت دايما هربان منها.
بعدد اللحظات اللي انت عرفت فيه تتصل حسيا، مش تعرف وتفهم وتلقط بالدماغ، تعرف تتصل حسيا باللي انت بتهرب منه. جسمك بقيت تحس بيه، تاخد بالك ان هو بيشد. بقى الشد بقيت عندك ملاحظة بيشتغل امتى. الشد لما بتدي نفسك مساحة وتقعد وتتكلم، بقيت تاخد بالك ايه اللي شغال وايه اللي جسمك، او ايه المشاعر اللي شغالة تحت وجسمك قافش عليها، خايف يديها مساحة. انك عايز تعمل حاجة بس انت خايف، فجسمك شد. لان التجربة دي زمان مرتبطة بالخزي، فانت رجعت تحس تاني ايه بالخزي ده. ودايما دايما دايما قدرتنا على تفرقة هو ده خزي او ذنب انت لما بتزيد قدرتك على الملاحظة، بتلاحظ ان في موقف بتشد دماغك، بتشد في موقف اللي ظهرك شد، في موقف تاني. انواع الشدود في مناطق مختلفة بتبقى مرتبطة بمشاعر مختلفة مختزنة، مرتبطة بالموقف في اللي ليها علاقة بالصدمة. فاذا هو ده المقياس. حلو ان انا متصل بمشاعري. والحقيقة هو كده لما انت بتكون بتتصل بمشاعرك، فبالتالي بتطلع ايه، سايبها وبتطلع عادي، انت كده هتوقف اي سلوك من بره. شغل العواطف ميزته الجبارة ان الادمان بيقع في ثانية. ليه؟ لان الادمان هو طريقة هروب من مشاعر. طب ما انا دلوقتي بقيت اسيب المشاعر تكون موجودة، يبقى طريقة الهروب هتقع في ثانية. تمام. الادمان عامل زي العمارة اللي مبنية على خرسانات، على خوازيق. الخوازيق دي حجم مقاومتك لمشاعرك. لما بتكسر الخازوق، العمارة بتتهد تلقائي. انت اصلا مش محتاج تعمل مجهود، لان اصلا الادمان مش هو المشكلة. الادمان هي آلية هروب من مصدر الألم. الموضوع بسيط حقيقي، الموضوع مش معقد. تمام. فانت اول ما بتشغل مشاعرك وبتدي نفسك مساحة، اصلا انت بتفك وبتريلاكس، واللي كنت رايح تاخده من الادمان شويه دوبامين على شويه اندورفينز على كذا، بتلاقي نفسك رباني خدته، اللي هو الناتشرال اوبيويدز. حتى تعالى كده وانا معاك نكتب على جوجل. انا من كتر ما انا ريلاكست حاسس عايز انام. من ناتشرال اوبيويدز ان ذا بودي ناتشرال. جوجل هيقول لنا ايه؟ اه احنا هنا بنتكلم على حاجه اسمها indigenous opioids، هي body produced، اللي هي ايه بيسموها peptides produced naturally within the brain and body such as endorphins which manage pain and regulate emotion. اه وفي بقى اللي هي دي اللي اسمها، دي الانديجينous opioids. في البلانت derived opioids اللي احنا بنروح، اللي هو الايه، المورفين والاوبيوم والحاجات دي اللي احنا آه آه بنروح حشيش والكلام ده كله علشان تفرز. body's natural opioids. The human body naturally produces its own opioid compounds called indigenous opioids. الجسم بيفرز بشكل طبيعي الكيميكالز دي، يعني اسمها opioids which interact with opioid receptors. احنا بيكون عندنا مستقبلات عصبية معينة، لما بيفرز الكيميكالز دي في المخ بتستقبلها، وده بيساعدنا في حاجات كتير ليها علاقة بمستوى الألم، إحساس بالمتعة، ومستوى الاسترس في حياتنا. examples of indigenous opioids. indigenous يعني حاجة أصيلة أو حاجة indigenous، زي يقولك indigenous people، هو أصحاب الأرض. تمام. فالendorphins known for producing feelings of pleasure as a natural high، زي مثلا ما بنحسها بعد التمرين. عارف لما حد يتمرن تمرين يحس ان هو كيفه مظبوط، هو دماغه بتكون بتفرز اوبيويدز. بس هو الفكرة كلها ان مش بس التمرين بتفرز اندورفينز، مش بس التمرين،
تطليع طاقة المشاعر ده من أحد إحنا كلنا كثقافة عارفين تلاقي عيل مكتوم ومفشوخ في حياته راح أدمن رياضة اللي يضحك يعني، عشان بقت الرياضة هي الطريقة الوحيدة اللي بيعتمد عليها عشان يفرز اندورفينز، ان هو ما عندوش مساحات في حياته بيمارس فيها بيطلع فيها مشاعره وبيسدد فيها احتياجاته، فهو مخنوق، فبالنسبة له الجيم هو المكان الوحيد. فأنا اللي أنا فيه دلوقتي الهاي اللي أنا فيه هاي الاندورفينز، أنا عامل دماغ دلوقتي وأنا بكلمكم، تمام، ودماغي حتى خفيفة كده. فا anyways خلينا نرجع تاني الموضوع. فاحنا لما انت تبقى شغال بالطريقة دي، مليون في المية مليون في المية مليون في المية، يعني ان احنا نوقف ال destructive self sabotage behaviors، هي الهول مارك، هي حاجة، هو الغرض، بس هي مش بتتحقق بتركيزك عليها كغرض، هي بتتحقق كنتيجة ثانوية لشغلك على مشاعرك. اشتغل على مشاعرك، تتصل، تعلم تدي نفسك الحق تتكلم، هتلاقي ان يعني هتلاقيك بتتصرف وانا شاهد على ده، بتتصرف عامل زي اللي شبعان وبيتعرض عليه اكل. واحد شبعان وبطنه مليانه وكله جميل وشارب ميته، في واحد يعرض عليك اكل جامد جدا باستقلاليه وبحريه، بتقول ايه؟ لا شكرا مش عايز. لكن لما انت بتكون صايم، فالصيام هو الامتناع، تمام. واحد بقى ايه بيعدي قدامك صينيه كده بقى فيها كل ما لذ وطاب، انت بتبقى بتريل مش قادر، انت مفيش جواك اكل، مفيش غذا جواك، فاي حاجه يا باشا هات لو سمحت، انا مش قادر اكل. فاللي بره ده هو ده الادمان، ان انت مجوع نفسك، تمام. فنظرة بنت حلوة تخليك ايموشنلي كده هوكت على طول، نظرة شاب ليكي بيريزامبل الحنان اللي انت ما خدتوش من ابوكي وهو لاقط انك ايموشنالي ديبرايفد، فيلعب عليكي ويجيبك في خطوتين، وهو يحس بقيمته من خلال السيطرة عليكي، وانتي تحسي بقيمتك من خلال انتي ديبندنت على واحد وسبمسيف، والعملية تبقى كلها في الجلاشة. فكل ده بيقع the moment you start bonding with your emotion. ساعتها هتلاقي نفسك بتروح لعلاقات عادي وبتعمل حاجات، بس الحاجات اللي انت بتعبر عن عنك، عن اللي انت مرتاح فيه وعايزه، مش حاجة بتعبر عن اي مسكن والسلام من بره يطفي جواي اللي جوه. عشان كده احنا لما بنكون آم، عندنا مقاومة مشاعر عالية جدا، اغلب القرارات اللي بناخدها في حياتنا بنبقى مش مرتاحين فيها، بس احنا من كتر ما احنا منفصلين عن جسمنا احنا مش لاقطين ان احنا مرتاحين فيها، احنا بنعمل اي حاجة عشان نكمبنسيت نعوض. فبنختار ناس في العلاقات غريبة جدا، واصلا ممكن يكونوا ناس معفنة وما بتعبرش عننا ولا احنا عايزين نبقى معاهم. بس هو اي حد اي اكل والسلام، عارف الكونسيبت، اي اكل والسلام، اي علاقة والسلام، اي تشتيت والسلام، يا عم انا العملية عندي بايظة. فهل انت ممكن تكون متصل بمشاعرك انت في السكة بتاعت الاتصال بالمشاعر ويحصل انتكاسات؟ عادي. احنا مش في السياق ده احنا مش بنبص على انتكاسة لهوي اوه ماي جاد صفر عداد شارك 90 اوبا، احنا بنبص على الانتكاسة هو انك مريت بفترة كبيرة من مقاومة المشاعر، ومن كتر ما انت مقاوم جامد جدا وشايل حمل تقيل جدا ومش بتطلع وكاتم كله، رجعت الاول باترن، رجعت الحاجة بيسموها the path of least resistance. من كتر ما انت تعبان مخك قاعد يقولك بص يا معلم، انت صعبان عليا يا معلم، حبيبي انت صعبان عليا، تمام. البت اللي اسمها انا نجمة الشاطئ دي اللي كنت بتكلمها من سنتين، ارجع كلمها قول لها سوري عملت لك بلوك بالغلط، عشان ندور المصلحة عشان نلاقي اي امان من بره. فيو ستارت فانتسايزنج، فانت من الكيوز او من الحاجات اللي تبين لك ان العملية عندك خرمانة، انك ترجع في منتل فيكسيشن، او انك ترجع هوى الذهني في انك تكلم حد، او ترجع لحاجة ديستراكتيف قوي زمان كنت بتعملها عشان تطفي. لو انت اشتغلت شغل المشاعر وتلاقي نفسك رجعت لورا في الحتة دي، اعرف ان انت انفصلت عن مشاعرك تماما،
وقاعد تهرب من حاجات جواك ليها علاقة بالقصة بتاعت ان انا قليل، وانت مش عايز تحس المشاعر دي، تشوف القصة جاية منين، ومصدق ان الاحساس ده حقيقي، وانك لو حسيته انا فعلا قليل، فبتحاول تهرب منه من بره. فبسطها. فعشان كده انا النهارده حتى لما برجع لسلوكيات فيها سيلف سابوتاج، اكتر حاجه بتفيدني بصراحه ان انا مثلا خلاص يعني انا مقدم على حاجه فيها اذى ابن لذينه ليه، بقف. ده انا لو عايز بجد ابطل، ساعات انا بكون انا عايز ارجع بمزاجي، فانا بكون عايز ارجع لان انا صدقت الوهم ان انا قليل، فانا عايز ارجع والاقي امان من بره، مالكوش دعوه. ساعتها انا منفصل عن جسمي بمزاجي، لعبه قذره كده، مايند جيم معفنه. عشان كده الموضوع دايما يبتدي from the mind. مهم. لكن انا لو راجع بسبب ضغوطات او كده، لما مثلا ماسك الموبايل ولا بسكرول بشكل اوبسيسيف على انستجرام ولا اي حاجه من الحاجات الخرا دي، فاخد اهدى. ساعات اسيب الموبايل وانزل على الارض، احس بجسمي واحده واحده كده، واقعد مع نفسي كده، وجسمي ساعات بيكون شادد لدرجه مش قادر اقعد، بس بحتاج افضل مكمل والقط اللي حاصل. الاقي دايما نفس القصه، ان في قصه معفنه دايره وراها شعور الخزي. انا من المشاعر الاساسيه اللي دمرتني في حياتي لسنين طويله هو شعور عدم الاستحقاق او الخزي، ان انت كيس الزباله المعفن اقيم منك. تمام. هو ده اكتر شعور مؤذي في الحياه عموما يعني. ده اكتر شعور ممكن يخليك to prostitute yourself عشان اي حاجه بس تطفي نار الخزي اللي جواك. فانا عايز اوضح حاجه مهمه جدا هنا. عشان كده مره جالي كومنت كده من حد بيقولي هو انت ازاي بتسجل الكلام ده وبتقول لسه بتجت تريجرد. وفي حد ذاته الكومنت ده انترستنج، لان هو بيعكس الفكر ان فكر النهج العلاجي اللي مرتبط بالبرفكشنزم وعدم الاستحقاق اللي بتحاول تحققه، اللي بتحاول تهرب منه من العلاج. هو انا ماليش افضليه عن اي حد بيسمع، انا بس عايز اوضح حاجه، انا ماليش افضليه عن اي حد بيسمع. ايه اللي او ايه اللي عندي واللي بحاول اسجل الحلقات دي عشان انا عايزك وعايزك تبقي احسن مني واتعلم منكم، ان انا عملت كونكشن مع مشاعري، وان انا مريت بتجارب ادتني confidence عالية جدا ان المشاعر دي ما هي الا جزء من قصة كذابة، وان الكونكشن مع المشاعر دي بيساعدني القط ايه اللي تحت المكتوم بجد واعرف اطلعه. فانا الفرق ما بيني وما بينك ان النيرفس سيستم بتاعي عمله سوفت وير ابديت. وليكن لو احنا بنتكلم مثلا حد معاه ايفون، وليكن انا اي او اس 26.2 وانت مثلا، انا بقول مثال يعني، وانت اي او اس 18، فانت بس محتاج تعمل سوفت وير ابديت. when you update your software you will be even better than me. طب ايه هو سوفت وير ابديت؟ هو الاكسبيرينسز اللي فيها بكونكت بمشاعري، وبفضل ادي نفسي سيجنالز للنيرفس سيستم بتاعي بتقول احنا اتصلنا بمشاعرنا كانت تجربه صعبه واحساس الفشل كان فشخنا، بس صحينا تاني يوم واحنا واقفين على رجلنا. فكأن دماغك، كأن النيرفس سيستم بتاعك بيجيله حالة عارف لما كنت بتكلم في الحلقة اللي فاتت ان انت عارف كأنك عيل عندك عيل بتستكمل نمو، فكأن دماغك بتبتدي تريلايز اوكي we are not that kid anymore, interesting, so we can behave in a as adults and things don't fall apart. فانت كده انت الناس كلها بقى بتبقى عايز تعمل ايه؟ بتبقى عايز يقول لي ازاي اثق في نفسي. يا حبيبي الثقة مش هدف، الثقة نتيجة. الثقة بالنفس حالة الدماغ اللي بتكلم عنها، أي حاجة دي تبطيل الإدمان ده مش الغرض، دي النتيجة للاتصال بالمشاعر، دي النتيجة إنك تمر بتجارب إحساس الذنب فيها هينك، بس أنت you're doing it anyways لأن you need to confront your demons. فبالتالي خلينا بقى نخرج من من كل الافكار المعفنه بتاعت ان انا بقى انتكست حياتي باظت، او ان انا فشيخ عشان بطل سنتين. لا، you are only it's all about connecting living in the present. فلو عدى عليك يوم في ساعة واحدة كنت عايش في البريزنت وفاكك وبتتنفس، صدقني ده حلو.
صدقني برافو. صدقني طالما عملته ساعة هتقدر تعمله تاني وتالت ورابع. الجميل في التعافي انك تبني مومنتم، وده اللي غيرني. يعني ايه تبني مومنتم؟ زي العربية كده عشان توصل لسرعة 120 او 140، ده مومنتم. يعني هي لازم الاول تطلع من حالة الركود، ان هي زيرو كيلومترز بير اور، 10، 20، ففي تسارع، استحالة تسارع. فاحنا بنوصل لسرعات عالية لما نفضل في حالات تسارع لحد ما بنوصل للبيك. فحالات الفجور والثقة واختبار بقى تجارب بقى صعبة والكلام ده كله، هي تسارع الخطوات الصغيرة. فأنا عايزك تفهم كويس جدا إن أنت النهاردة لو حد عندك اكتئاب فشخك هاينك، فكرة إنك قمت من سريرك، نزلت رجلك على الأرض، لبست حاجة، رحت للحمام، غسلت وشك، عملت لنفسك أكلة، بتقول أنا I respect myself enough إن أنا آكل وآخد بالي من نفسي. دي small victories. دي small victories بتكسر السردية إنك كائن حقير لا تستحق العيش. فعايزك تبقى فاهم كويس إن أنا كل الحلو في حياتي هو كان momentum، هو كان compound effect أو تراكم للسمول steps. واسمع من أخوك واسمعي من أخوكي، عشان أنا عارف كويس قوي إن ناس كتير من اللي بتسمع البودكاست عندها severe disorders، daydreaming ابن حرام، addiction فشخ الحياة، perfectionism و manipulation هينهم. فما تبقاش متوقع إنك بنمط الهروب اللي انت عايش بيه طول حياتك، الستبس اللي هتاخدها في التعافي هتبقى ستبس مبهرة، هتبقى ستبس عادية جدا. as simple as literally طفل بيتيك his first steps بتكون clumsy، بيكون كده سيس وبيقع وبيمشي بشكل مش متوازن، ويقوم خطوتين يروح لافف واقع على دماغه. clumsy بالعربي يعني حاجة، حد أهوج، يعني حد كده عارف لسه كده بتتعلم حاجة ومش متمكن كده، عارف زي اللي بيلعب كورة كده لسه كده يشوط يضرب في العارضة، يشوط يروح ملوح رجله وقع ويروح واقع على دماغه، يشوط تطلع في الحكم تضربه في راسه، حاجة في قمة السيس. هي انت تبقى عيل سيس مضحك جدا في الأول، هتبقى مضحك جدا في الأول. ف من الكتب الجميلة جدا اللي أنا يعني أنصح بقرايتها، لأن الراجل اللي كتبها دماغه مترستقة جامد، وفي برنسبلز كتير أنا تطبيقها هو اللي ساعدني في التعافي بتاعي، اللي هو كتاب أتوميك هابتس أو العادات الذرية. وحتى اسم الكتاب، هو اسم الكتاب بيعكس المايند سيت اللي غيرتني أنا كبني آدم. الأتم، الذرة، حاجة بسيطة جدا، حاجة بسيطة فوق حاجة بسيطة فوق حاجة بسيطة بتعمل الكومباوند إفكت اللي بيعمل تغيير كامل. اغلب الناس بتبقى عينيها رايحه على المومنتم. قول لي يا حازم انت وصلت اللي انت وصلت، او اي حد، في ناس افشخ مني مليار مره، ماشي. انا ربنا رزقني ان انا I am very articulate، بعرف اوصف اللي انا حاسس بيه، لكن على المستوى التعافي في ناس افشخ مني مليون مره، تمام. ف اغلب الناس بتبقى عايزه فاكره ان المومنتم ده اللي هو ايه، زي الصاروخ بيطلع من الصفر ويطلع للفضاء. لا، it's like a car، it's like a bicycle، عجله. لازم مع بتبدل لحد ما بتلاقي نفسك طاير من السرعة. فالعقلية بتاعت ان انا عايز على طول اوصل للمومنتم هي نفس العقلية، او انت داخل التعافي وهربان من مشاعر القلة، عايز تهرب من مشاعر القلة بانك تبقى نجم. عايز ابقى محمد صلاح. طب تعرف محمد صلاح ده تهان قد ايه في حياته اصلا، ومر بلحظات سيس قوي، وكرر حاجات كتير قوي، وكان عادي قوي. انت لازم تقبل انك تبقى عادي جدا. being normal is not your enemy. actually being normal and doing boring stuff is the way to succeed اصلا. ف فمفيش حاجة اسمها وقعت والدنيا انهارت. في حاجة اسمها انتكاسي ورجوعي للسلوكيات المدمرة، هو انعكاس صريح
لانقطاعي عن مشاعري ومقاومتها بشكل عنيف. ملوش معنى غير ده. تمام. والتعافي الحقيقي ماشي، عد ايام، انا مش ضد انك تعد ايام، بس انا بقولك عد ايام وهات sobriety count، مفيش مشكلة يا صديقي. بس اعرف ان التعافي هدفه ان هو يعيشك في حالة من الارتياح، يعيشك كبني ادم بيمارس حقه الطبيعي في تسريح مشاعره، وان يخليها طاقة توديه ناحية اللي هو محتاجه. ده اللي ربنا فطرك عليه. التعافي مش حاجة بتزودك، التعافي بيرجعك للفطرة، الفطرة اللي اتشوهت. التعافي مش حاجة زيادة، التعافي بيصلح او بيسلك ماسورة مسدودة. بس قاري 100 كتاب، قاري 10 ساعدوك وساعدوك تتصل مشاعرك، سقفة. ما هم إلا mental distraction عشان تحس بالسيطرة والأمان الخارجي من إنك ليك قيمة بعدد الكتب اللي قريتها، ولا أي حاجة. عشان كده الحقيقة إن مفيش حاجة حلوة أو وحشة، هي حسب أنت بتستخدمها إزاي. يعني هل الشخص اللي قدامكوا ده مثلا ما بيقراش، أو لما عرف إن هو كان بيستخدم كتب معينة عشان بس يحس إن هو مسيطر من كمية ال المعلومات؟ لا، انا لسه في اوديو بوك بسمعه اسمه The Mountain Is You. Actually it's a very good audio book بسمعه على الابلكيشن اسمه ستوري تيل. انا يعني كنت بحاول على قد ما اقدر ان انا اقاطع companies معينة. طبعا مش بعمل الموضوع ده بشكل قوي يعني، لان بستخدم جوجل وحاجات تانية عادي، بس المهم يعني كنت بستخدم اوديبل بتاع امازون، وقفت. فستوري تيل ده ابلكيشن ظريف جدا، واشتراكه عبيط قوي في مصر ب 90 جنيه، وبيفتح لك لايبرري جميلة من الاوديو بوكس عربي وانجليزي يعني. وانا بحكم التأثر بتاع انا بميل للحاجات الانجليزي مش العربي يعني. انا متغرب قوي الحته دي عندي، مش عايز اغيرها، انا مرتاح فيها. المهم يعني داونتن از يو كتاب حلو يعني. المهم، فانا بقرا الكتاب دلوقتي. بس اللي اختلف ايه؟ اللي اختلف ان انا بقرا الكتب وانا واخد بالي ان جسمي بيشد، ولما جسمي بيشد باخد بالي ان في حته مش فاهمها، فده محسسني بالقله. في عايز اهرب من احساس القله بان انا اعيد الشابتر 5 مرات. يا جماعه عايزين افهموا حاجه، ان مش اللي هيتغير في حياتك بالضروره انك في حاجه ممكن ما توقفهاش، بس علاقتك مع الافعال هتتغير، الاوبسيسيفنس هيروح. التعافي مش، وممكن توقف، هي مش حاجه معينه، احساسك هيدلك. عشان كده لو عندي اخش تعالى عايز نموذج قول لي اعمل ايه، حبيبي مفيش نموذج. هو اصلا بحثك عن النموذج هو احد طرق هروبك من مشاعرك اصلا. مفيش نموذج اصلا، انا غيرك، انا غيرك، انا ما اعرفش، كل واحد حسب هو عايز ايه في حياته. المشاعر بتدلك على طريقك، بتحركك. في عربية تسيبها تتحرك صحراوي، في عربية تسيبها تتحرك زراعي، انت مركبة، والفيول بتاع المشاعر بيوديك in a certain direction، بيعبر عنك وبيعبر عن قيمك وبيعبر عن اللي انت عايزه في حياتك، which is totally different than myself than yourself، وهكذا وكذا وكذا. ف ف خليني اقول حاجة تانية في الاخر. اعتقد ان دي يا اما هتبقى الحلقة الأخيرة أو الحلقة قبل الأخيرة حسب مقدرتي يعني هي بإذن الله نازلة يوم الأربعاء، فيوم السبت هيبقى العيد إن شاء الله، كل سنة وانتم طيبين يعني. ف my intention is to give a final episode، بس لو ما قدرتش فيعني يبقى دي كده هتبقى final episode، فحسب ما ربنا يكرم يعني. وحابب بالمناسبة أشكر الناس اللي they responded لموضوع supporting البودكاست و they donated. شكرا جدا يعني. آم، ف فالانتكاس فالانتكاس زي ما قلت، يا اما بيكون خلاص انا رجعت تاني، هربت من مشاعري جدا لدرجه ان انا رجعت ادور على الامان الخارجي بقى بالطرق القديمه المعتاده اللي فيها تدمير ذاتي، يا اما ساعات الانتكاس بيكون تخفيله. يعني ايه تخفيله؟ يعني ساعات، وده بيحصل كتير جدا في شغل المشاعر، يعني مثلا في حد من اصدقائي كان شغال زماله، يعني كان شغال تبطيل زمالات، والزمالات بتساعد في حاجات كتير جدا، وناس نيتها كويسة، وحاجة مجانية موجودة على الأرض، ولو أنا اتكلمت عليها وحش يبقى أنا إنسان عبيط وجاهل.
تمام، مش بحب منهجها، مش عميق ولكن مليون في المية هو مفيد وساعد وغير حياة ناس كتير جدا. المهم، فحد من الناس العزيزة الطيبة، يعني إنسان طيب القلب كده من جوه، فزقيته إن هو يشتغل مع إسلام، وابتدى إسلام بقى دخله في قربه من المشاعر اللي بيهرب منها. الراجل ده عنده مشكلة مع عنده مشكلة مع هو أنا وقفت السن اللي سألت نفسي هو عادي إن أنا أقول ده حتى لو مش بذكر الشخص؟ هل ده فيه أي شكل من أشكال الغيبة؟ مش عارف. هو الغيبة تعريفها إيه؟ ذكر أخاك بما يكره. بس أنا أنا أصلا مش بقول هو مين، فأعتقد ده مش بيأبلاي. فالمهم الشخص الطيب ده يعني أول ما اشتغل مع إسلام، فإسلام قربه من مشاعر يعني إيه طول حياته بيهرب منها، فانتكاساته زادت قوي. فلو احنا هنبص بالمفهوم السطحي بتاع حد مش فاهم الليلة، ممكن يبان لأ يا عم الكلام ده بيأذيك ويبعد عنه وبتاع، بس هو في الحقيقي الراجل الطيب ده كان مبطل لأن هو مش نزل في العمق. يعني هو مبطل عشان هو اشتغل شغل بصانة وبتاع وقافل وحاطط فلاتة، وده كويس، ده كويس، بس هو لسه حياته مش راضي فيها، لسه في مقاومة مشاعر، لسه في تشنجات، لسه في إجهاد. فيدوبك أول ما قرب من ده أنت خاف حتى جالي قال لي طب أنا بعمله صح؟ طب لأن طبعا بمفهوم التبطيل أنت كنت انتكست يا معلم ودنيتك بتبوظ، فأكيد ابعد عن أي مصدر بيقربك من الانتكاسة. بس لو حد فهمان وحكيم وعارف شغل مش لأ، هو أنت الانتكاسات ساعات بتكون دليل إنك اتضربت في حتة بتوجع. هو احنا امتى بنصوت يا جماعة؟ لما نتضرب في مقتل. يبقى احيانا لما ترجع تجري على البورن، ولا ترجع تجري على علاقة، ولا ترجع تجري على سوشيال ميديا، ولا ترجع تجري على وركهوليزم شغل وبشراسة وانت مش فاهم ليه، اعرف ان في تريجر مس عليك في ووند محترم. فساعات بيكون الرحمة والخير والرزق في انك ترجع. لو كان تبطيلك وتغييرك فالصو، يعني تبطيلك وتغييرك مبني انك محوط نفسك لدرجه ان انت بعد عن اي تريجر تبطيلك سهل، انت تبطيلك ما فيهوش وفي بعض الاحيان ممكن يكون في الاول ده مطلوب، ممكن تكون هش قوي. يعني زي ما في ناس بتبطل مخدرات في الاول بيروحوا مصحه، لازم اول شهرين او ثلاثه يكون في بيئه امنه جدا بعيد جدا عن المخدرات، بيحضر اجتماعات كل يوم لمش. فهل نقدر نقول على الراجل ده ان هو ضعيف؟ لا مش ضعيف، هو الراجل محترم هشاشته، بس دي بيكون مرحله مؤقته. ما بيكونش التعافي شاكب راكب منذ بدايته حتى يوم ما ماتك، هو عملية ان حد حطك في محمية انا كده مبطل بورن. ايه يا ابني انت ايه الحياة الخرا اللي انت عايشها دي؟ you have to venture into life. روح يا معلم واعمل وبتاع، اتصل بمشاعرك ايه رجعت تاني ورجعت لسلوك ماشي، هترجع تبروسس يور فيلينج، اشتغل مع المعالج بتاعك او وات ايفر المتاح ليك، وارجع واطلع تاني القط اللي حصل واتعلم منه موف اون. اتس as simple as this. ما تعقدوش الدنيا، ما تعقدش الدنيا. فانا زمان زمان لما كان لسه بقى مشاعر القله والكلام ده مش متصل بيها، كان فكره محمد حازم قيمته في مده تبطيله بقى الله محمد حازم بقى، محمد حازم العلامه مبطل سنه، مبطل سنتين، مبطل ثلاثه. فاللي هو ايه الصنم العجوه بتاع محمد حازم، محمد حازم جهبذ التعافي رجع لسلوك مؤذي. هولي هولي، ايه يا جدعان؟ فاحنا حولنا التعافي الى كالت فيها بنستمد من انا محمد حازم قائد قبيله الحازم مبطل 3 سنين، وانا ساره قائده قبيله ال ساره مبطله 4 سنين. طب ساره لو رجعت تاني يبقى خلاص ساره ايه، اطلعي لا انت عار علينا. ايه التعافي الخرا ده؟ انت حولت التعافي تاني لبحث على امان من بره بمدتك. ايه ده؟ انت انت بتطارد نفس فاكرين حلقه كنت بتكلم خرا بالكزبره؟ ده خرا بالكزبره يعني وهم بس شكله شيك I'm only as good as the days I count. انت ايه الهبل ده يا جدعان بقى؟ مسوا عدوا بقى، مسوا بقى يعني اتمسوا بقى. اللي شغال بالطريقه محتاج يتمسى، مش غلط، بس لو اتحول اوبسيشن في حد ذاته اعرف انك طوعته لهروبك من مشاعر احساس القله.
فانت كده بتلف في دايره مقفوله. طيب عشان خلاص الساعه داخله على 1 بالليل، وانا راجل عايز اتسحر، عايز اصلي لي في، عايز اصلي، وعايز ادعي ربنا وادعي لاختي طلبت مني ادعي لها، عايز كده، مش عايز استنفذ my full battery which is already 10%. عايز اسيب بس 15% كده لنفسي. فعموما كل سنه وانتم طيبين. اتمنى يعني اي حد سيريس رمضان فاتته ادعي لي كتير. آم، انا كانت نيتي ان انا اعمل حاجه مش شايفها بتتعمل. شايف فيه ثغرات كتيره جدا محدش بيتكلم فيها عارفين زي، بحس ان دايما ان في 1000 شخص واقف عند نفس الثغره، وفي ثغرات مفيش حد واقف عندها. فده كان احساسي يعني. ف فبس يعني فتمام. ف ف انشر البودكاست بليز بليز. ده اكتر مساعدة ممكن تقدمها لي. اتكلم عنه، ابعته لحد لو انت حاسس ان هو فادك. post a story about it, a post about it. هو ده اللي انا محتاجه. انا مش حياتي ودنيتي وفكرة ان انا عندي شركة وكده ده مش سامح لي ان انا افضى بقى للماركتينج بقى واقعد انزل بقى كاتس وريلز. مع الاسف ما عنديش ده، ما عنديش تيم، فما عنديش اي حاجة خالص تساعدني اقعد اتروش او ماركت بصياعة. فرجاء بليز بي ماي ماركتينج ارم لاي حد. وفي ناس كتير بتبوست ستوري باي ذا واي، شكرا جدا. بس قصدي لو في حد يعني يا سيدي اعمل ده تاني، او ما عملتش ده اعمله لو سمحت. انا الانستجرام والتيك توك بتاعي دايما في الديسكريبشن بتاع اي حلقه، فممكن تفتحهم تمنشن مي وانا هري بوست والكلام ده كله. هو دي الطريقه الوحيده. This is a podcast for the people with the people. ده بس يعني it's an underground podcast. فالناس اللي هتذوق البودكاست هم my folks، أصدقائي في الوحل، the underground people. فبس بس يعني أحلى مسا عليكم، شكرا، مع السلامة.